طب مين يفكر وكل الناس بالغير مشغولة، ومين يتحاسب لما كل صوت بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى أنا خليل عضو مكتب أمانة الداخلية وقائم بالأمانة في الفترة الحالية. أنا المفروض متمرد وبدعو كل واحد في الحزب وكل واحد بره الحزب اللي ينزل معانا يوم 30 يكون شعارنا السلمية عشان نسقط النظام الفاشل اللي وصلنا للمرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد المجدي، عضو مكتب محافظة الداخلية بحزب مصر القوية. الحقيقة حزب مصر القوية على مدار الأسبوع السابق شارك في فعاليات كتير للحشد اليوم 30 وتوعية الناس اليوم 30 إن لازم المظاهرات تبقى سلمية. واحنا من يعني حزب مصر القوية من أوائل الأحزاب اللي نادت بانتخابات رئاسية مبكرة، وما زلنا متمسكين بهذا المطلب، وبندعو كل شباب حزب مصر القوية وجميع المصريين بالمشاركة يوم 30 وإن احنا كلنا نبقى مع بعض، وما زلنا متمسكين بمطلبنا وهو انتخابات رئاسية مبكرة، ومتمسكين ان المظاهرات تبقى سلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود السيد حسين، عضو مكتب محافظة الداخلية. بدعو كل أعضائنا في ربوع مصر كلها للاحتشاد يوم 30/6 للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، والتي سبق ودعونا إليها على لسان الدكتور عبد المنعم مفتوح رئيس حزب مصر القوية، طبقا لانحيازاتنا ومبادئنا ورؤيتنا لمستوى أداء الرئاسة. ثانيا بنؤكد على سلمية نزولنا للمظاهرات. بنؤكد ان سلاحنا الوحيد هو كلمه حق في وجه سلطان ضعيف وحاكم ضعيف جر البلاد الى هذه المشقات وحاله الاستقرار الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمود المرشدي، عضو مكتب امانه محافظه الداخليه. انا جاي النهارده عشان ادعو شباب الحزب وشباب مصر كوجه عام لنزول يوم 30 يونيو ان شاء الله. احنا يمكن من اول الاحزاب اللي طلبت بانتخابات رئاسيه مبكره نتيجه الوضع اللي احنا بنعيشه بحاله استقطاب الاستقطاب الحاد اللي احنا بنعيشه في مصر دلوقتي. فان شاء الله احنا نازلين يوم 30 يونيو، احنا ومعانا جموع الشعب المصري باذن الله. مطالبنا واضحه جدا، وهي انتخابات رئاسيه مبكره. بنأكد على سلميه المظاهرات، وان مصر القويه لن تشترك في اي اعمال عنف او اي اعمال هدفها انها تضيق قدام المصري، فدم المسلم على المسلم حرام.